خبر عاجل عاجل جدا، لدرجة ان انا ما صبرتش لما اروح عشان خاطر اكلمكم. الفيفا يوافق على قيد صفقات الزمالك الثلاثة بعد تسديد 25% من قيمة مديونية الزمالك لدى اتحاد الكرة المصري. كلام جميل. حكمت المحكمة حضوريا بإعدام المتهم الماثل أمامها في تهمة لم يرتكبها، وأن يكون الإعدام بتر الرأس بالسيف. وبعد أن مد السياف حسامه على رقبة المتهم وجز جزء كبير جدا من رقبته، وقبل أن يلفظ أنفاسه ظهرت الحقيقة أنه بريء، فأعلن القاضي عن وقف التنفيذ. من يعوض المتهم إن مات؟ أو إن عاش بعهد مستديم؟ أنا اتهزمت هزيمتين، واحدة في الدوري وواحدة في أفريقيا، نتيجة ثغرات عندي في الدفاع كان كفيل محمود شبانة يسدها، وعجز في بوزيشن رقم 8 اللي خلى بخلو مكان إمام عاشور، وفقر رأس الحربة المهاجم، وكان ممكن ناصر المنسي يكملولي. هتطبطب عليها وتقول لي معلش ده لوائح وقوانين؟ ايه الفايده اللي جات لي؟ الجواب اللي انت بعته اساسا بيدينك انك عملت استثناء لظروف الاسماعيلي، ما انا ظروفي زي الاسماعيلي ومعايا احكام قضائيه بتقول ان ارصدتي محجوز عليه. طب بعد ان ثبتت صحه وجهه نظر الزمالك، اين التعويض؟ اين العقاب؟ اين عقاب من اخطا؟ طب اهني الزملكاويه ولا اقول لهم معلش؟ طب الناس اللي بتشتم في الاداره وبتقول اداره فاشله وعملت وسوت هتعتذر لمرتضى؟ طب الجماهير اللي ثبته هتروح تقول له احنا اسفين؟ طب اللعيبه اللي احترقت في الملعب اللي النهارده مش مصدقه ان هي هتكسب وهي كسبانه 3 وراجعه تدافع لورا خايفه؟ ماذا لو حدث ذلك لنادي اخر؟ ماذا لو حدث ذلك في دوله متقدمه؟ ماذا لو حدث ذلك في دوله تراعي ادميه البني ادمين؟ ونرجع يتقال علينا عايشين في مظلمه؟ ويرجع يتقال ان احنا عايشين في مظلمه؟ ويرجع الكابتن التاريخي ولاعب الزمالك التاريخي حسن شحاته يقول ان مظلمه الزمالك غير حقيقيه وان الزمالك بياخد حقه؟ ونرجع احنا نتكلم احنا عندنا رموز ولا ما عندناش؟ والله رموز الزمالك جمهوره، بس مش اللي بيشتم واللي بيلعن واللي بيسب، جمهوره اللي كان بيدعمه في اخر هزيمتين واخر 5 هزايم، جمهوره اللي بدأ معاه 2023 بفوز وحيد، جمهوره اللي صبر عشان يفرح النهارده. والنهارده انا كتبت وقلت كل السبابين اللعانين الشتامين اللي نطوا من المركب وهاجموا الكيان مش من حقهم يفرحوا معايا النهارده. مبروك مرتضى منصور، ربنا نصرك على الكلاب. مبروك لجمهور الزمالك الشريف المحترم اللي بيآزر وبيدعم. ظهر الحق. مبروك لل3 لاعبين اللي كل ذنبهم انهم اختاروا الزمالك. انتظروني في فيديو مثير جدا 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 ومعلومات جميلة جدا واحصائيات وارقام في تحليل لقاء الزمالك وسموحة بعد قليل.